اهلا وسهلا فيكم احلى متابعين بفيديو جديد. طبعا زمان ما نطل عليكم بفيديوهاتنا، صح يا آية؟ هاي قول آية بتفرجيكم القول. وعصوم ايش يا عصوم؟ قول باي، قول باي باي. يلا بص للمتابعين يا عمي، شايفين ملزة عصوم ببوسكم. طبعا هذا الفيديو كنا متأملين انه يكون فيديو الرجعة على الشمال بعد اعلان وقف الحرب وانهائها، بس للأسف الشديد ما قدرناش لحتى الآن نرجع، لانه الظروف والاخبار طالعة نازلة، يوم كويسة ويوم بتخرب، يوم منيحة ويوم بتخرب. وطبعا احنا المنطقة اللي احنا فيها شمال اقصى شمال قطاع غزة، فهي منطقة تعتبر لحتى الآن منطقة صفراء، فيعني في أي لحظة ممكن يصير إشي لا سمح الله. لهيك إحنا بنستنى شوية، لهيك إحنا بنستنى شوية الأمور تصير تمام، المنطقة تصير خضراء وآمنة ويتم إنهاء الحرب تماما عشان نرجع آمنين. طبعا في عدة أسباب تانية للرجعة على الشمال غير انها منطقة صفراء. طبعا عيلتي، اهلي واهل ابو عصام كلهم رجعوا على الشمال، لانه اهلي بيتهم ضايل الحمد لله، بس للاسف انا بيتي واقع. احنا بيتنا نزل للأسف في آخر فترة في الحرب، يعني آخر تقريبا شهر أو أقل من شهر. وصلنا خبر إنه نزل بيتنا، لهيك ما في مأوى. لسه المكان اللي إحنا ساكنين فيه ما وصلته مية، دوري ما وصلته مية برضو، كل الردم في مكان البيت، فما حنقدر نعمل خيمة أمام المنزل لحد ما يشيلوا الردم، وخصوصا انه جاي علينا فصل شتاء، لانه جاي فصل شتاء، فاحنا المكان هاد حيكون شوية احسن من الخيمة في المناطق هديك. طب يلا قومي العبي، قومي العبي. عصوم بقلد آية، تصرخيش. طب قومي. شو ايش كنت ضحكي؟ عصوم كيف. فاحنا في مكان مركز الايواء هذا، ايش ما يكون بيكون جدران، يعني حجر اهون بكتير من الخيمة، فاحنا مستنين شوية لبين تهدى الامور، نتأكد من الاخبار انها تكون مزبوطة 100% ويتم انهاء الحرب بشكل كامل، لانه الاخبار شوية متضاربة لحتى الان. بيقولوا مش حيدخلوا بالمرحلة الثانية لبين ما يسلموا اخر جثث للأسرى، فاحنا شوية قلقانين. ان شاء الله بتتم على خير وبيتم انهاء الحرب كامل ومنرجع على بلادنا. ايش ما يكون ارض الوطن بتختلف عن ارض اللي احنا نازحين عليها، ايش ما تكون، قد ما تكون صعبة والعيشة فيها صعبة، حتكون اكيد ارضنا واحنا متعلقين فيها، وبنستنى اليوم اللي نرجع فيه على مكان بيتنا. ان شاء الله بنرجع عن قريب يا رب. وبرضه في مشكلة السيارة اللي قلت لكم عنها بالفيديو السابق، انه سيارتنا لحتى الان ما قدرناش نصلحها بسبب الاجارات الغالية للقطع الغيار تاعون السيارات. يعني سيارتنا مع الحرب للأسف وقع بيت جنب السيارة، فكل قزاز السيارة اتكسر، ففيش قزاز للسيارة. بطارية السيارة برضو ضربت مع طول مدة الحرب، وانه ما اشتغلناش عليها او ما شغلناهاش، فهي ضربت خربت كليا، مش قادرين. يعني بدنا بطارية السيارة عندنا حقها حاليا حوالي $2000، 60 مليون 6000 شيكل، مبلغ كبير، 6000 شيكل ما يقارب $2000 بطارية سيارة. ومع والعجل تبع السيارة انفجر بسبب، وهم بيسوقوها انفجر بسبب الطريق، الشوارع الخربانة والسياخ في الشوارع، يعني قصص كثيرة في السيارة خربانة وبتكلف كثير. حاليا مش قادرين نصلحها ولا نرجع فيها على الشمال، فشوية أسباب يعني منعانا من الشمال للأسف الشديد. أنا كان نفسي تصرخيش آية بشويش، كان نفسي انه الفيديو هذا يكون فيديو الرجعة على الشمال، ننبسط احنا وياكم بالرجعة بعد خبر الهدنة
بس للأسف كان هذا الفيديو لسه وما زلنا في جنوب قطاع غزة للأسف الشديد. يا رب نرجع عن قريب. آية بشويش يا آية مبسوطة على الآخر طبعا، لأنه أهلي رجعوا على الشمال وأهل أبو عصام رجعوا على الشمال، مش ضايل غيرنا هنا برضو زي ما جينا لحالنا هينا ضلينا لحالنا، كله رجع. أهلي الحمد لله بيتهم لسه موجود. للأسف إحنا بيتنا وبيت دار عمي أهله لأبو عصام نزل بآخر فترة في الحرب. ربنا يعوضنا خير إن شاء الله، بعين الله فدى الوطن وفدى أهل الوطن. صح يا آية؟ آية تعالي احكي للمتابعين. ايش بدك تحكي للمتابعين؟ باي باي. آية بتعرفش غير باي. بتحبي المتابعين يا آية؟ طب ارجعي لورا، ارجعي. هاي عصوم مكيف. عصوم صار يلعب، صار يعرف اللعب، حركاته بتجنن. بكون نفسي اصور لكم اياها بس بكون يا اما الجوال بالشاحن يا اما طافيه بطاريته، عشان هيك كتير قللت من التصوير. النت عندنا سيء جدا، صعب انزل اي فيديو، يعني الفيديو بقعد يومين لما ينزل، غير انه الجوال بضل بده شحن بطاريه ومنقدرش نشحن في المكان لانه ما في كهرباء، فبنضطر نوديهم على شواحن برا طاقة شمسية، بيشحنوا على الطاقة الشمسية، بنوديهم للطاقة الشمسية يشحنوا. دوري بس بشويش يا ماما عشان انا انزعجت، مش عارفة احكي مع المتابعين. وصحيح بالنسبة للغاز في كتير ناس طلع لهم غاز واحنا بنستنى يطلع دورنا. وطي صوتك. طب خليه يلعب، هلقيت بعطيك اياهم. هيو شرد عصوم. قولي له هات بهدوء انا زهقت من كتر الدوشه. تعالي عصوم، هات شرد عصوم. فالغاز طلع كشوفات كتيره. ايوه زعلت. تعالي عصوم، شارد عصوم. شايفين هاي موقدة النار، هاي جلي النار، هذا الجلي للنار. هاي جبنا جرلة غاز كبيرة وجرلة غاز كبيرة، لعل وعسى يطلع اسمنا بالغاز لأنه الصراحة تعبنا من كتر النار. بنستنى دورنا يجي. أجعصوم بنستنى دورنا يجي ولحتى الآن مش راضي يجي دورنا للغاز. زهقنا من النار. شايفين الطناجر كيف سودا؟ هذه الموقدة للنار الصغيرة. هات القل، هات أعطيني. يلا أعطيني واحد. إيش؟ أعطيني واحد بقاتل. هات شرد بدوش يعطيني. فان شاء الله عن قريب بيطلع اسمنا بالغاز. يا ريت يطلع اسمنا بالغاز لانه عن جد كتير تعبنا من النار ومن الدخنة. عن جد اشي مش سهل ابدا. هاد كان ملخص فيديو لليوم، شوية مش طويل قصير. حبيت احكي معكم واطل عليكم واطمنكم علينا لانه زمان ما نطلع باي فيديوهات. للأسف كان نفسي يكون فيديو رجع على الشمال، كتير متشوقين انه نرجع على الشمال بس للأسف احنا لحتى الان مش قادرين. ان شاء الله عن قريب بنصلح سيارتنا ومنطقتنا بتصير آمنة وبتخلص الحرب عن جد وبنرتاح من كل هذا الهم. ثواني آية بس بدنا ننهي الفيديو مع المتابعين، نقولهم باي عشان اعطيك القلين مش القول. ماشي؟ هاتي عصوم. فأنا بتمنى منكم ما تنسوا تشاهدونا دايما، تدعمونا لأنه القناة كتير نزل التفاعل عليها كتير من 8000 مشاهدة ل 170 مشاهدة. عن جد أنا كتير انصدمت من المشاهدات. فبتمنى منكم تشاهدوا الفيديو للآخر وتبعتوه لأحبابكم وأصدقائكم. لا تنسوا تعملوا اشتراك ولايك، ولأي حدا حابب يساعدنا أو يبعث لنا أي تبرع صغير بيساهم معنا في أي إشي بيساعدنا كتير. يتواصل معي على الواتساب أو على رابط الGoFundMe. اللي حابب يتبرع على الباي بال يتواصل معي على الواتساب، أبعث له الرابط الباي بال الخاص فينا. بنحبكم كتير، ما تنسونا من مشاهداتكم ولايكاتكم وإعجاباتكم وتعليقاتكم، وبنقولكم يلا باي باي. قول للمتابعين باي. هاتي عصو، هلقيت حيعيط. خد هاي القول. باي. هلقيت قالت لكم باي. عصو معيط. شوفوا عصو زعل. اعطيه شوي عشان نقول للمتابعين باي وهو ساكت.
اخذ القداحة على السور بس. شايفين مش راضي يسكت. المهم ما علينا، يلا نقول للمتابعين باي باي، ونشوفكم فيديو جديد. باي باي. قولي باي يا آية.